المجلس المصري استاذ تامر، يمكن انت كنت موجود ساعه الاحداث وجيت مع المصابين هنا في المستشفى. البعض اختلف في اطلاقات المصادر موجوده والبعض حدد مصادر اطلاق النار على المصابين. طبعا احنا هنحتكم للطب الشرعي والمعمل الجنائي في تحديد نوع الطلقات، ولكن مدير المستشفى اقر انها طلقات ناريه، طلقات حيه. احنا مبدئيا بنتقدم بواجب العزاء لاسر الشهداء والمصابين ونتمنى لهم الشفاء العاجل، وان شاء الله المجلس المصري الدولي لحقوق الانسان والتنميه برئاسه المستشار حمدي نواره اعلن جميع المصابين بدءا من يوم 18 حتى الان ان احنا ان شاء الله هنتبنى جميع القضايا مجانا عشان نجيب حقوق المواطن المصري الذي تم اهدار حقه في التظاهر، كل حسب موقفه بالظبط. واحنا بنناشد المجلس العسكري يا ريت وقف نزيف الدماء وتلبية مطالب المواطنين، حيث أن الخطاب لم يرتقي إلى مطالب الثوار. طب قبل ما نقول الخطاب انا برضه عايز اعرف النقطه اللي انت كنت قبل كده صرحت في المداخله التلفزيونيه ان في ايادي خلفيه بتحاول توقع ما بين الجيش وبين هو حضرتك في 3 اطراف عشان ما نبقى محايدين، لان انا بتكلم دلوقتي مش بصفتي سائر، انا بتكلم بصفتي منسق لحقوق الانسان. ففي فعلا احنا رصدنا في ايدي خفيه يعني متضررين من مرسوم افساد الحياه السياسيه، وهو طرف ثالث موجود في اسماعيليه بيمثله 3 من احزاب الفلول، بيمدوا بالذخيره الحيه، بيمدوا بحاجات بتتحط في المقاريض وفي البندقيه زي الخرطوش، وهي قطع زجاج، وتم القبض على مجموعه اثناء الاحداث في اليوم دوت اللي هو من 3 ايام. فاحنا ان شاء الله طبعا اخذنا شاهد العيان راح حرر بلاغ بهذا الموقف. الطرف الثاني اللي هو طبعا قوات سواء امن او داخليه، ودولت موجودين في الناحيه الثانيه من الممر. احنا نشدنا الجميع، جميع اهل الاسماعيليه ساعتها ولسه بنناشدهم. احنا النهارده اقرينا في ائتلاف 25 يناير تأييدنا لمكان التظاهر الى الملاعب المفتوحه بجوار استاد النادي الاسماعيلي من ناحيه الجانب اللي هو بتاع شارع شبين. فده هيبقى مكان للتظاهر، والكلام ده من الساعه 2:30 وحتى الساعه 5:30. عبر عن رايك، قول اللي انت عايزه، واحنا مع الحريات ومع ابداء الراي. وبحب اكد على حاجه، الثوار ليسوا بلطجيه. في ناس كتير من المناطق العشوائيه هم مش ممولين طبعا من الجانب الثالث اللي هو احنا بنقول عليه بيديلهم ذخيره حيه او بيديلهم ازاز، ولكن هو سائر. في اطفال بيروحوا يتفرجوا تحت 18 سنه، احنا بنناشدهم جميع اولياء الامور ان هم ينبهوا على ذويهم عدم التواجد في هذا المكان. الثوار عارفين بعضهم، انضم عليهم ناس كانوا موجودين قبل التلاحي خلال 18 يوم، لهم دور. 2 كيلو 2 من ابو سوير، من حي السلام، من اي كاتب. النهارده صبحي اللي جات له طلقه حيه عدت من الرئه، اصابت العمود الفقري، جاله شلل نصفي. ده من ضمن من حي السلام. هو يعني كان بيتفرج واصيب قدام نيو سيسي. طبعا احنا يعني قلنا التظاهر هيبقى في ميدان الزقازيق، الراجل تواجد كان بيتفرج. الشهيد ماجد اللي بيقدم له واجب العزاء كان جنب بيته. فاحنا بنقول للجميع ان احنا ان شاء الله المجلس المصري الدولي لحقوق الانسان والتنميه، جميع المصابين وجميع الشهداء على مستوى الجمهوريه مش في محافظه الاسماعيليه بس، هيتبنى القضايا مجانا، والتوكيلات هتبقى برضه على حساب المجلس. بشكر حضرتك. شكرا جدا. الله يخليك يا استاذ علي. الله يجزاك خير. معلش.